تعود الان منقوله عرضيه تتخلص المحاوله خطيره خطيره هذه. ايمن حسين تسديده لكن حارس المرمى ممتاز. حارس المرمى امان في اللقطه الماضيه امسكها بكل ثبات حارس المرمى الى رميه تماس. هذا اللاعب حمزه. كره منقوله الان عرضيه اماميه لكن ايضا امان يخلص حارس المرمى. تعود مره اخرى لمصلحه المنتخب العراقي عن طريق اللاعب حسين. يحاول فيها حسين نقلها عرضيه خطيره بالراس لكن الكره تبعد. تعود مره اخرى للاسود تسديده لكن امان حارس المرمى خلصها بعدها الى ضربه زاويه. حسن رائع. هذا العراقي هذا اللعيب حسن اللي اكثر اللاعبين خطوره في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. حسن هيها ثم التسديده راحت شالها حارس المرمى شالها حارس بالتعادل السلبي. هذه كل المواجهات اللي جمعت المنتخبين في تاريخ اللقاءات. كرة تعود الان ايمن يحاول فيها. ايمن مضغوط على اللعيب ايمن تسديده لكن الكرة عنت والمحاولة بتعدي الى ضربة مرمى. مهارة كبيرة من ايمن حسين راوغ بشكل رائع في اللعبة وفي اللقطة الماضية 26 عام يبعد عن هدف رقم 12 مع المنتخب العراقي. شوف المهارة في المراوغة. راوغ اثنين في لقطة واحدة لكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة. علت العارضة إلى ضربة مرمى في أجواء أيضا متقلبة في الأيام الماضية ما بين أمطار ما بين أيضا برودة قارصة في البصرة. الكرة بتعود الآن محاولة لحسين لعب له كرة في الجهة اليمنى منقولة عرضية عالية خطيرة بالراس والكرة بتعدي. المحاولة الأخطر من حسين إلى حسن والكرة راحت إلى ضربة مرمى. حسن حاول أن يضعها في شباك المنتخب اليمني لكن كرة حسن بتعدي بالراس. خطيرة اللعبة الماضية المثيرة كانت. يا سلام الريمي كرة ثابتة منقولة عرضية عالية خطيرة بالراس والكرة بتعدي. على المنتخب اليمني. النسور كادت بأن تحلق في هذه اللعبة بالراس من الداحي لكن الكرة شالها جلال عرضية رائعة. الكرة اعتقد بأنها كانت بنيران صديقة لكن ردة فعل كانت رائعة من اللاعب ومن حارس المرمى جلال. الكرة بتعود الآن تسديده والكرة بتعدي من حمزة الريمي. كاد بأن يسجل حمزة في اللقطة الأخيرة. المنتخب اليمني يخطر. المنتخب اليمني خطير في اللحظات الأخيرة في اللحظات الماضية. خطير المنتخب اليمني. هذه الكرة الأخيرة والمحاولة عادت إلى عبد الواسع. تمريرة خاطئة يحاول فيها المنتخب العراقي في الجهة اليمنى عرضية من حسين بالراس. يا سلام على العراقي مصطفى ناظم. هذا بولد العراق مصطفى ناظم يسعد هذا المدرج والجماهير العراقية سعيدة بالهدف الأول. أسود الرافدين اللي يتقدمون الآن بعد هذه الكرة العرضية. مصطفى ناظم وكأن رماها بيده. الدقة في الكرة الرأسية والمحاولة التي انتهت. محمد أمان 25 عام حامي العرين. تمرير أمامية محاولة لأيمن بيجرب لكن الشباك الخارجية. هارون الزبيدي 23 سنة. عماد 19 سنة. أحمد الوجيه 20 سنة. حمزة عنده 20 سنة. هذا رباعي الخط الخلفي أكبرهم هارون الزبيدي 23 سنة. مصطفى ناظم يلعب له كرة في الخلف. محاولات حائرة وحكم اللقاء يعلن عن نهاية هذا الشوط بنتيجة
التقدم والتفوق للمنتخب العراقي بهدف، حمل توقيع اللاعب مصطفى ناظم. العراق بهذه النتيجة تتصدر المجموعة وتصل إلى النقطة السابعة، إلا إذا كان للمنتخب اليمني كلمة للنسور في شوط المباراة الثاني. إلى ذلك الحين شوط المباراة الثاني ينطلق بعد لحظات بتبديل يتم إجراء رضوان أمين وحسين جبار وإبراهيم بايش، أمير العماري وأيمن حسين واللاعب حسين علي. هذه قائمة المنتخبين. كرة بتعود الآن، محاولة في الجهة اليسرى للداحي، يحاول فيها داخل منطقة الجزاء، قد يسدد التعادل. عاد اليمن السعيد، عاد المنتخب اليمني، لكن الكرة فيها ربما راية، لكن المنتخب اليمني يعود إلى المباراة، يسجل التعادل عن طريق البديل أحمد ماهر على ما يبدو بأنه هو من سجل هدف التعادل. مر وتقدم وسدد، لكن كرة فيها راية وتسلل في اللقطة وفي اللعبة الأخيرة. راية وتسلل تحرم المنتخب اليمني من هدف التعادل، من الخروج بالنتيجة الإيجابية في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. المنتخب العراقي اللي يتطلع لمضاعفة حصيلة تفوقه على نظيره العماني على مدار أيضا المباريات السابقة اللي جمعتهم في مختلف البطولات، أو عفوا اليمني المسابقات الإقليمية. نعم، يأتي القرار. علي فايز، عادت مرة أخرى المحاولة، تمريرة وانطلاقة لماهر، يحاول، ماهر مضغوط عليه، ماهر يعود بالكرة في الخلف، فيها مهارة في المرور، في التقدم، في المراوغة، لها حكاية لا تنسى. هذه كرة الداحي اللي مر فيها وتقدم، وهي السعودية والكويت وقطر والبلد المضيف البحرين، والنتائج كانت أيضا اللي يلعب له كرة طويلة في وسط الملعب. محاولة عادت لماهر، يحاول فيها، مضغوط عليه لكن ايضا بمهارته، مر وتقدم، نقلها في الجهه اليسرى لمصلحه المنتخب اليمني، عرضيه عاليه لعبد الواسع، استلام ممتاز، التسديده، لكن القائم المتابعه من ماهر والكره في الشباك. نعم، عادوا مره اخرى، والمنتخب اليمني وضع كل اماله وطموحاته واحلامه في هذه المباراة للخروج بالنتيجة الإيجابية، يعود إلى المباراة لكن أيضا بهدف أبيض يلغى. لكن عينك على التسديدة وعلى الراية اللي حضرت، لكن القائم يحرم النسور من التحليق. التونسي صاحب 26 سنة، لاعب مع الصفاقسي في 18 مباراة، والآن مع المنتخب العراقي مباراة رقم 42. كرة منقولة الآن، عرضية عالية لأيمن، هي تسديدة، والثاني. هلا بكم بالاهداف نحييكم. هذا رد اللاعبين للجماهير، هلا بكم، والمدرج الآن يستعل مرة أخرى بهدف آخر من أمجد عطوان هو العنوان في هذه اللعبة. سروري حاول لكن ايضا تتخلص من امامه. هجمه عكسيه مرتده لمصلحه المنتخب العراقي. العراق عن طريق امجد. عطوان تعثر عطوان والقرار لم ياتي من حكم اللقاء. يامر بالاستمرار. تعود مره اخرى المحاوله. ركله جزاء ولا ما فيها شيء؟ ركله جزاء على تنفيذ ايمن حسين. ايمن يضعها ايمن والاسد يظهر. الاسد العراقي يزهر بالثلاثه، يزهر الان ويسجل الثالث عن طريق اللاعب ايمن حسين. اسود الرافدين. كرة تعود الان محاولة وصلت الى حسين. الرابع يبحثون عن الرابع. نعم الرابع ايمن حسين. انقض عليها ايمن، والعراقي ينقض على الصدارة. العراقي نعم هو
الأسد، هو الأسد، هو الأسد أيمن حسين، والعراقي سعيد. وهلا بيكم، هلا بيكم، هلا بالأربعة يحيون جماهيرهم. رباعية. العمري مرة أخرى، كرة بتعود الآن، محاولة لأمجد. عطوان نقلها عرضية. الخامس، يا عيني على الخامس، يا عيني على الخامس. بالخمسة حسين علي يسجل الخامس لأسود الرافدين، للمنتخب العراقي، للخضر. المنتخب العراقي يسجل الخامس في اللحظات الماضية